ده أول يوم شغل لباتريك بالفهلوة ومزور شهادة. دخل أكبر شركة تكنولوجيا في قاع البحر، طلع مع زمايله لآخر دور في برج عالي جداً، وتوتر عشان طول عمره عايش تحت صخرة. رفض يدخل أوضة 4B، وزمايله أكدوا له إنها أكتر مكان مشحون في الشركة، وهناك المدير الكبير بيتحكم في كل حاجة. من بره بيقولوا إبداع، لكن جوه مجاملات كتير. لو شاطر هتنجح، إنما لو بتدعي حاجة مش فيك هتقع في مشكلة. سألهم لو حد اتكشف هيدوله همبرجر قبل ما يمشوه. قالوا له لأ، ده ممكن يدخل السجن. حاول يهرب بحجة إنه نسي 1+1، لكن خبط في السيد تمساح المدير الكبير. المفاجأة إن المدير عجبه وخلاه يقعد جنبه وعايزه يبقى مساعده. المدير الإداري عرض رسومات بيانية، لكن السيد تمساح اتضايق وقال إنه مش محتاجها، وسأل باتريك هتكبر الشركة إزاي؟ باتريك رد وهو بياكل همبرجر، فالكل ضحك، لكن المدير منعهم وقال يسمعوا فكرته. طلب منه يكتب أفكاره، فباتريك رسم نفسه ماسك همبرجر وزود شمس وبيت. المدير حذره وقاله يا ريت ما تكونش بتمثل. باتريك قال إنه فاهم العقاب، هيبقى من غير همبرجر، فاداله فرصة أخيرة. كتب حسابات معقدة على السبورة، لكن النتيجة كانت دايماً همبرجر. في قرارات الاستغناء، باتريك لخبط الدنيا وخلى أحسن موظف يمشي. بعد كده بقى سكرتير المدير، وكان فوضوي. مرة حط فطيرة توت في الطابعة وقدم الورق كأنه تقرير، وعمل حركات غريبة في المكتب. بعد سنة سلم تقرير فاضي. المدير قال الشركة محتاجة ناس زيه، وبعدين فجأة قال له أنت مفصول. باتريك قلع النضارة والكرافتة وقال إنه بس نجم بحر بيحب الهمبرجر، وهو بيشتكي من الظلم. الشرطة قبضت عليه. في السجن وهو بيشتغل، سبونج بوب زاره وجاب له همبرجر وعدهوله في السر. بعد ما خلص مدته لبس النضارة تاني، والحارس افتكر إنه اختفى وضغط الإنذار. وسط اللخبطة خرج وقابل سبونج بوب عشان يمشوا سوا، وسبونج بوب ما خدش باله إنه صاحبه بسبب شكله جديد.